كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن وجود جلسة عاجلة لاتخاذ قرار ضد إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. ومرتضى منصور بيعترض على أزمة قيد صفقات الزمالك، وده في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. ونشر مرتضى منصور على صفحته الرسمية على الفيسبوك بيقول ايه بقى؟ بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة اسبوع رافضا ان يعود لصوابه، وبيقيد لاعبين الزمالك الثلاثة، وهم على علم بان قرارهم بعدم تقييد اللاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية. ورمى مرتضى منصور تصريح في غاية الخطورة: القرار الصادر من الاتحاد مش علشان المصلحة العامة، ده للانتقام. ايوه، ده للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه. ونجح مرتضى منصور في تحديد جلسة عاجلة وبيطالب فيها الايقاف الفوري والغاء قرار الاتحاد. وبيطعن المستشار مرتضى منصور في القرار الموجه من الاتحاد، وانه اصدر قرار لصالح نادي معين، وحط تحت معين دي 100 خط لحرمان نادي الزمالك من الحصول على بطولة الدوري للمرة التانية.